بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تحية من جماهير الكرة المصرية لأشقائنا في القضية اللي احنا كلنا بنشوفها ونتابعها كل لحظة في التلفزيونات، وما عندناش حاجة نعملها غير الدعاء. للأسف جماهير النادي الأهلي ملحمة في الاستاد النهارده، بعيد عن الماتش اللي لسه هنتكلم فيه النهارده باستفاضه، ولكن جماهير النادي الاهلي طبعا بتقدم ملحمه، وكنت اتمنى ان احنا نشوف لافتات اكبر من كده وداخله زي بتاعه الافريقي التونسي لدعم القضيه، ولكن اسباب كتير قوي برضه هنرجع لها بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في قناه وليد حلمي الاهلاوي. يا ريت اللي ما تابعنيش يتابعني ويفعل زر الجرس دائما يصلك الجديد. مباراه قمه في الاستهتار، مباراه قمه في الرعونه، مباراه كنا المفروض او بنسبه كبيره قوي كان ممكن نطلع، خصوصا اخر كوره اللي احنا شفناها قبل ما الحكم يصفر. نادي الاهلي بيقدم شوط تاني هنا في القاهره من اسوأ المباريات اللي انا شفتها. فين تغييرات كولر؟ ايه رعونه حسين الشحات؟ حسين الشحات يا جماعه النهارده اكبر ميس باص من ساعه ما جه النادي الاهلي. رعونه، استهتار، بصراحه ربنا مش عارفين نقول ايه. بدا الشوط الاولاني زي ما احنا شفنا، وكأن المخرج المباراه مش عايز يجيب جماهير النادي الاهلي، مسلطين الكاميرا على الثالثه يمين اللي بيقعد فيها طبعا نادي الزمالك للناس اللي مش متابعه الاستاد، وجماهير النادي الاهلي بتهتف، حتى الكاميرا جابت عليهم خطف مش اكتر من كده. فبالتالي في حاجه غريبه، واتاكدت لي النهارده بعد احراز كهرباء الهدف. ايه اللي حصل؟ الجماهير نزلت شويه كده عشان تحتفل مع كهرباء، 5-6 لابسين قمصان بيضه بيدفعوا جماهير النادي الاهلي ان هي ترجع ورا. طبعا دول مش من بتوع الشركه الافريقيه اللي هي شركه الامن، ولكن احنا كلنا عارفين دول تبع ايه وتبع مين، ومن اسكت جماهير النادي الاهلي للهتاف. هم دول الجماهير اللي انتوا عايزينهم؟ فين التراس اهلاوي؟ طبعا خلاص اتشال. فين الكره التشجيع الجميل اللي احنا كلنا كنا متابعينه؟ لكن للاسف هم عايزين النوعيه دي من الجماهير لاسباب كتير الناس كلها عارفاها، مش هنتكلم عليها. ولكن نادي الاهلي النهارده مخيب للامال بطريقه استفزازيه، طريقه تخلي اي واحد يتفرج على الكوره النهارده يجيله احباط ويجيله انهيار. لما فرقه زي كده بتلعب 3 باصات 2 منهم بيتقطعوا، تمام، واكبر ميس باص برضه لفرقه الفرقه التنزانيه سيمبا التنزاني، فريق غير مصنف، فريق غير موجود بالمره. سيبك ان هو كسب السنه اللي فاتت النادي الاهلي بهدف في ارضه، ولكن مش هي دي الفرقه بتاع سيمبا بتاعت السنه اللي فاتت، وفرقه في المتناول. ماتش النهارده يخلص بآراء كل الناس اللي بتفهم في الكوره، يخلص 5-6-7-8، افتح القوس وعد، ممكن تعد لغايه 10 اهداف. ولكن بريستاو لوحده مضيع 4 اهداف. كهربا الجون اللي جابه يشفع له، لان هو الجون ده اللي صعدنا بيه. تخيل الجون ده عزيزي المشاهد لو هو ما جاش، ايه الوضع؟ او اتاخر لغايه اخر دقيقتين، ايه الوضع؟ كان ممكن تخرج وانت متعادل هناك 2-2 ومقدم نتيجه كويسه، سيبنا بقى من الاداء، وكان ممكن تطلع هنا على ارضك وسط جمهورك. مش عارف اقول ايه، ولكن في علامات استفهام كتيره قوي على كولر الماتش ده والماتش اللي قبليه. تمام، في عندك 5-6 المفروض يلعبوا. يعني الماتش الاولاني رضا سليم من احسن الماتشات اللي لعبها، تقعدوا ليه الماتش دوت؟ مش عارف. طبعا امام عاشور خلاص شفى من الاصابه، مقعده ليه؟ ده الراجل بيصنع الفارق. تغييرات بتتاخر بعد الدقيقه 70 ازاي؟ وانت عندك مشكله، انت مش عارف تهدف، الكره مش عايزه تخش الشبكه، فبالتالي انت لازم تعمل تغييرات، لازم تحمس الفريق. لكن بصراحه ربنا استهتار من جميع اللعيبه، بالذات بقى الاستاذ اللاعب المحترم محمد هاني، اللاعب الطري اللي انا بصراحه ربنا يعني لاعب، يعني اديك شايف الهدف النهارده بسبب محمد هاني. ايه عمل لك ايه؟ دي كوره ما فيهاش فاول، حتى لو فيها فاول ما تنشف شويه يا عم، الكوره للرجاله في ايه؟
فبالتالي الكره اتقطعت منهم، جابوها جون، وكان ممكن ان احنا نطلع بسبب محمد هاني. قلنا ميس باص كتير، قفشه على قد ما هو نقطه ارتكاز بس بطيء جدا جدا ولازم يلف حوالين نفسه. تمام. علي معلول مش في مستواه. اليو ديانج كانه مش موجود. بيرستاو اللي بيصنع لك الفارق مش موجود. فبالتالي علامات استفهام كبيره جدا جدا في ماتش النهارده. وماتش النهارده انا مش مسامح اللعيبه كلها بصراحه. ماتش زي كده قلنا يخلص بنتيجه كبيره من اول الماتش وريح. فين الثلاثات والاربعات؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ واداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب بقى لنا 3 سنين بنناشدك وبنقول لك عايزين مهاجم سوبر، راح جاب لنا موديست اللي يعني لمساته وشفنا الاداء بتاعه لا يرتقي ان هو يلعب في النادي الاهلي. مالناش دعوه بقى في فرنسا والكلام الايه الفاضي ده. فبالتالي احنا عارفين انت جايب اللاعب ده تقضيه واجب عشان الضغط الجماهيري مش اكتر من كده. عمر الاهلي ما يدار بالطريقه ديت. احنا عايزين لاعب سوبر عنده 19 20 سنه من جاء من افريقيا زي ما احنا قلنا، يكون هجام، يكون مشاغب، يقدر يصنع لك الفارق. ده اللي احنا عايزينه. مش جايب لي واحد عنده 35 ولا 36 سنه موسمين وهيمشي وقاعد خلاص برضه هو احتياطي تاني ماتش. طبعا احنا عارفين كان عنده اصابه كورونا، بس النتيجه طلعت ايه سلبيه، فما فيش كورونا الحمد لله. فبالتالي احنا عايزين مهاجم سوبر يا جماعه. خط الدفاع رامي ربيعه لا يصلح ان هو يبقى متواجد في النادي الاهلي، والكلام ده انا قلته كتير جدا. امال احنا لما نلعب صن داونز هيعمل فينا ايه؟ صن داونز الخمسات اللي اداها لنا مرتين بسبب الدفاع، واللعيبه ما عندهاش ثقه في نفسها. طب احنا ظبطنا خط النص، خط الهجوم لا باس لو هم في مستواهم، فبالتالي انت عندك مشكله في الدفاع بقى لها 3 سنين برضو. فين؟ ما جبتش اي لاعب في الدفاع. فبالتالي انا خايف ان احنا نعاني امام صن داونز اللي احنا هنلعبه بنسبه 90% 99% نسبه 100% هنلعبه. فبالتالي ما ينفعش يا جماعه. مش هو ده النادي الاهلي اللي احنا بنحط رجل على رجل واحنا بنتفرج واحنا بنكسب. ما ينفعش. خلص الماتش، ان شاء الله القادم احسن للنادي الاهلي. لعيبه تفوق، ألم على الوجه يمكن يفوق الجميع والقائمين على الكرة في النادي الأهلي ولاعيبة النادي الأهلي. يا جماعة ده أكبر نادي في أفريقيا، فما ينفعش الكلام ده. خلاص سيبنا بقى من الماتش النهارده، وان شاء الله هنلعب لسه بقى في الدوري ولسه هنلعب صن داونز. المطوشه كتير وان شاء الله الاداء يتحسن ويرجع تاني. ليه عتاب طبعا على القائمين على الكره المصريه اجمعها اللي انت تخلي نادي الاهلي يحضر له 30,000 مشجع للنادي الاهلي. طبعا ما ينفعش. خصوصا طبعا احنا عارفين ان نادي الزمالك الشقيق والقطب الثاني للكره المصريه كان بيلاعب فرقه مغموره، يعني فرقه سيمبا التنزاني على الاقل اسمها معروف. فبالتالي انت بتلاعب التا سولار، فرقه مش موجوده على الخريطه من جيبوتي، فما عندهمش كوره. فبالتالي دخلت 30 او اكتر 30,000 لنادي الزمالك. التذكره ب 50 جنيه. تيجي النهارده بقى في ماتش زي كده واحنا عايزين اكبر عدد من الجماهير، خصوصا ان الماتش ده الحصيله بتاعته هتتبرع لجهه معينه احنا عارفينها. فبالتالي انت خليت التذكره ب 100,000 اسف خليت التذكره ب 100 جنيه مش ب 50 زي ماتش الزمالك. تاني حاجه احنا او البطوله دي بتسمح اللي انت تدخل الساعه كامله للاستاد. احنا بقى ما عملناش الكلام اللي كنا نتمناه، فبالتالي دخلت 30,000 وبالعافيه. وشفنا النهارده حاجات بتحصل في المدرجات لا تصح. والنادي الاهلي وجمهوره مش هيسكت. جمهور النادي الاهلي محدش بيكمم بقه، لا احنا نتكلم ونقول احنا بندافع على نادينا. فالمفروض النهارده على الاقل 60-70 الف متفرج في استاد القاهره، وبالتالي الشكل هيبقى احسن. ونتمنى ان احنا نرجع للدخلات تاني. فالناس اللي بتكمم افواه الجماهير خصوصا جماهير النادي الاهلي هذا لا يصح.
انا مش هطول عليكم اكتر من كده. طبعا احنا ما حللناش الاداء بتاع النادي الاهلي في الماتش النهارده، ولا كم الاهداف اللي ضاعت بالدقيقه وبالارقام، لان طبعا احنا كلنا مخنوقين من الماتش النهارده. فبالتالي انا مش هطول عليكم. اهم حاجه اللي احنا فزنا. يا ريت اللي ما تابعش قناه وليد حلمي الاهلاوي تابعني وفعل زر الجرس دايما يوصلك الجديد، واشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.